كان في يمامة محبوسة في طرقة ومش عارفة تخرج، في واحدة ست حاولت تساعدها ولما مدت إيديها اليمامة فجأة وقعت كذا ريشة من ديلها وطارت بعيد، هي ما شدتهاش جامد ولا حاجة. طب إزاي ديل اليمامة وقع بالسهل كده؟ الموضوع ده مش عيب، ده ذكاء طبيعي، اليمام مش بيهجم بيهرب، عشان كده ربنا مديله سلاح سري وهو ريش بينفصل وقت الخطر. ديل اليمامة فيه 12 ريشة، كل ريشة ماسكاها خطاطيف صغيرة متشابكة، الخطاطيف دي ماسكة بقوة بس بتفك لو اتشدت، يعني أول ما حد يمسكها الريش بيقع والطير بيطير زي زرار طوارئ للطيران. شوية ريش يضيعوا أهون من الحياة كلها. وفي حيوانات تانية بتعمل كده برضه زي السحالي اللي بتسيب ديلها، بس اليمام لو لمسة بسيطة كفاية إنها تشغل النظام ده على طول. يمكن يبان إن هو شيء يحزننا، بس بالنسبة للطير ده شطارة تصميم، الريش بيرجع ينمو تاني والطير يفضل طاير في السماء. ربنا خلق لهم الوسيلة دي عشان تبقى وسيلة هروب للحيوان الضعيف، عشان عمره ما يفضل محبوس كتير. عايزك تقولي في التعليقات، هل شفت السلوك ده من حيوان قبل كده؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.